بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير، ويا رب تكونوا ان شاء الله استفدتوا من الفيديو اللي فات بتاع الدعوم والمقاومات. وان شاء الله النهارده برضه هنكمل عليه، وهنضيف قواعد وافكار جديده هتستفاد منها عشان تحدد اقوى دعم ومقاومه تقدر تعتمد عليهم في شغلك وفي تحليلك وفي تداولاتك. بس قبل كل ده ما تنساش تبقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونسمي الله كلنا ونصلي على النبي ونبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. بص كده، لو السعر عامل كده قدامك كده مثلا، ثواني، متساويين، وجا بعد كده وكمل السعر كده، هنا كده تقدر تقول لي السعر صعد ولا هابط؟ سألتك سؤال وتفكر، وعايزك تحت تقول لي ليه. يعني انا عايزك تقول لي السعر صعد او السعر هابط لسبب. بص، زي ما انت طبعا عارف ان ده نطاق عرضي، السعر ماشي في منطقة عرضية، لا بيكسر قمة ولا بيكسر قاع. ثواني غير بس للحدة بس. في نطاق عرضي لا بيكسر قمة ولا بيكسر قاع. انا هقول لك ان السعر ده صاعد. طيب صاعد ليه؟ ده بقى اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. بص، هنا السعر كان مرتكز هنا، تمام. بعد كده السعر قرب لهنا، بعد كده قرب لهنا، وبعد كده قرب لهنا. ده يرجعنا للمثل بتاع الجيشين. لما جيت في الفيديو اللي فات قلت لك لو جيش هنا وجيش هنا، وده كل مره بيكسب ارض. يعني بص، هنا كان كسب الجزء ده، وهنا كسب الجزء ده كله، وهنا كسب الجزء ده كله، وكل مره الجزء اللي معاه يزيد. فمعنى كده ان كل دي سيوله السعر هيطلع بقوه يخترقها، تمام. وده مثل زي لوح ازاز، انت عمال ترمي الطوبه مثلا من مسافه هنا 100 متر، فانت لما قربت بقى نسبة، مثلا قربت لل50 هنا، بقى نسبة انك تكسرها احسن. بعد كده قربت لل30 متر او 30 متر، بقى نسبة انك تكسرها احلى، وهكذا وهكذا لحد ما تتكسر. ومرة واحدة لما تتكسر بوم، السعر هيطير معاك وهيتفرتك معاك اللوح الازاز ده كله. وده كان بالنسبة للقاعدة الاولانية. طيب، من العلامات برضو ان هي بتأكد لك ان السعر، او بلاش من العلامات، خلينا نعملهم قاعدة كاملة، قاعدة اساسية انت هتمشي بيها عشان تعرف الدعم القوي والدعم الضعيف. طيب ايه هم القاعدة دي؟ هي مش قاعدة واحدة، هم 3 قواعد. اول حاجة، بص كده هنا مثلا، لو السعر صعد كده والسعر برضو صعد كده، ثواني، في الحالتين صعود وتقريبا نفس النسبة. يعني بص، هنا البداية واحدة والنهاية تقريبا واحدة. يعني مثلا لو خلينا دي كده هتبقى النهاية واحدة، تمام. نفس الصعود ونفس الهبوط. بس انت شايف ان مين الاقوى؟ رقم واحد، نعملهم لك هنا واحد وهنا اتنين. عاوزك برضو تفكر مع نفسك وتقول مين احسن. رقم واحد هي اللي احسن. طيب ليه رقم واحد الاحسن؟ بسبب ال3 حاجات اللي هقولهم لك دول. اول حاجة درجة الميلان. لو السعر مثلا احنا هنا شايفين ان هو طالع بقوة كده، اما هنا مايل كده، فدرجة الميلان هنا اقل، يبقى هنا طالع بسرعة افضل. يبقى درجة الميلان، السرعة، يعني كلما كان حد اقوى، يعني حد اكتر، حد كده، معناها ان هو قوي. وكلما كان طالع اسرع، ان السعر طلع بسرعة، معناها ان هو واقف عند دعم قوي. والزمن، يعني مثلا اللي طلع 30 دور مثلا نقوله في 10 دقايق، ولا اللي طلع 30 دور في 5 دقايق، اكيد اللي طلع 30 دور هو الافضل. فيبقى احنا عندنا ال3 قواعد الاساسية بتوعنا عشان تستخرج دعم او مقاومة. وطبعا نفس الحالة في فكرة الهبوط، تمام. درجة الميلان، كلما كان حد كان الترند اقوى. والسرعة، كلما كان اسرع كل ما كان الترند اقوى. والزمن، كل ما كان طلع اسرع كل ما كان طلع، يعني الترند ده كان معناها قوي وان هو هيستمر معاك. وده كانت القاعدة التانية. وقبل ما ندخل على القاعدة التالتة، متنساش تبقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. خلينا في القاعدة التالتة نشرحوها برضو هنا، يعني بدل الشرط وكده، لحد ما بعدها نبقى نخش القاعدة التالتة. لو عندنا اتجاه صاعد، ده اتجاه صاعد اهو، مظبوط. هتقول لي مظبوط، هقول لك تفتكر، المؤاخذة ده كنت بنلعب عادي،
تفتكر هنا كده السعر صعد هنا ليه وجا ارتكز هنا ليه؟ عشان احنا قلنا الفيديو اللي فات ان دعم النهارده هو دعم اليوم هو مقاومة امس. يعني بص هنا مثلا السعر كان بيقاوم هنا ومرة واحدة بقى السعر بيدعم هنا. تمام. عشان تدخل بقى في صفقة زي ديت انت دخلت بناء على ده بس؟ هقول لك لا، هقول لك انت واخد ان ده ترند فرعي او ثانوي واتكسر اهو، اتكسر هنا، وكمان كان عنده ان الدعم ان المقاومة دي اتحولت لدعم. ده بيأكد لك ان السعر عايز يكمل في اتجاهه وعايز يروح. يعني بص انت عندك هنا 3 اسباب ان السعر يصعد. اولهم كسر شكل هندسي، لان ده قناة اهي، دي كده قناة السعر كان ماشي فيها ومرة واحدة اتكسرت. وكسر ترند فرعي او ثانوي. تمام. ورجع للقمة السابقة اللي اتحولت لدعم. تمام. والاحسن طبعا الاغلاقات هتعرفها معايا بعدين، ان السعر يكون عامل اغلاق يومي هنا. يعني ديت لو انت تعرفها تمام، ما تعرفهاش مفيش مشكلة، انا هبقى اشرحها لك بعدين. يبقى اصبح ان المنطقة دي ما طلعتش بسبب واحد او بسبب 2، لا دول ب3 اسباب. فده يقوي اتجاهك ويخليك متأكد، يعني مش متأكد لان طبعا السوق كله عارف ان السوق متغير. تمام. بس برضه عشان تكون عارف دي بحاجات دي، يعني بتقولك ايه حصل 1 و2 و3، فبنسبة كبيرة الرابعة ديت هتحصل. وخلينا برضه ندخل على حاجة تانية. يعني مثل دهوت كان مثل كان عجبني وانا بنتعلق وكتبته عندي، يعني فانا هشرحه لكم وهقوله لكم كله دلوقتي. بص مثلا عندنا اتجاه هابط، ولما السعر جه لمس المنطقة دي طلع بقوة، بعد كده بدأ يعود تاني. هل دي مقاومة ضعيفة ولا قوية؟ انا عايزك تكتب تحت وتقول لي دي المقاومة، وركز معايا، المقاومة ضعيفة ولا قوية؟ هقول لك ان دي مقاومة ضعيفة. هتقول لي ليه؟ هقول لك بص، الترند لما كان نزل طبعا ده تشينج اوف كاركتر، يعني لو حضرتك تعرف تمام، بس انا بتكلم في حاجة تانية. ان الترند نزل بقوة وجه هنا وراح عامل صعود قوي جدا. صعود قوي ازاي؟ صعود قوي اللي احنا قلنا عليه ان هو حد، باين ان هو حد يعني وقوي، السرعة باين ان هو سريع، ودرجة ميلانه قليلة، يبقى باين ان الاتجاه شكل الصعود ده صعود قوي. تمام. حاجة تانية ودي اللي هتعرفها بعدين، ان اللي تشك او انت دلوقتي عارفها عامة، ان السوينج هاي ده اتكسر. السوينج هاي اتكسر في الاتجاه الهابط، يبقى السعر هيتحول. دي حاجة تانية. الحاجة التالتة ان الدعم ده هو دعم قوي، هو قدر يكسر ده وقدر يعمل يكون زي ما احنا قلنا السرعة والقوة والميلان، يبقى ده دعم قوي عشان ال3 اسباب اللي احنا قلناهم. وخد بالك ان السعر مش شرط ان هو يحترم الدعم رغم قوته، عشان انت دارس ان لو كان الدعم قوي واتكسر فبيصبح مقاومة قوية وهينزل السعر تاني. يعني بص، مش عارف انا مش فاكر الصراحة قلت لك ديت ولا لا، بس لو الدعم عامة كان قوي، يعني احنا عندنا دعم قوي اتكسر بيتحول لمقاومة عنيفة. يعني بص مثلا عايزين مثلا نشوفه دعم قوي هنا، عايزين مثلا نشوفه دعم كان قوي مثلا هنا. بص دي كده منطقة قوية جدا. تمام. ان السعر هنا كان بص الاتجاه كان عامل ازاي، كان عامل كده، دي اقوى حاجة بالنسبة لنا، يعني احنا شفناها في الشارت. بص هنا طلع باتجاه قوي لحد ما بعد كده لما السعر نزل طلع عنده عشان يصحح من عنده، وبص بعد كده كمل في الهبوط القوي ده كله، رغم ان هو كان اتجاه يعني كان دعم قوي بس اتحول لمقاومة اقوى. فاهم؟ فانت لازم تكون مركز مع السوق ان الدعم بيتحول لمقاومة، وكان دعم قوي هيبقى مقاومة قوية. فاهم؟ عامة مش عايز نكتر عليك، عايزها تكون حلقة، انا عارف ان الحلقة دسمة شوية فيها حاجات كتير، يعني المفروض تكون متشابهة شوية، بس انت المفروض تسمع الحلقة دي مرة و2 عشان تكون فاهم الدعوم والمقاومات. وعلى فكرة الدعوم والمقاومات احنا هنطول فيها،
مش كفايه ليها حلقه واتنين وتلاته، لا ممكن توصل ل5 حلقات دعم ومقاومات. بس ده الاساس. لو انت عرفت تشتري كويس من مكان دعم او من مقام مقاومه، هتقدر تحدد، يعني اسف، هتقدر تكسب مكاسب انت ما تتخيلهاش. واشوف وشكوا على خير ان شاء الله. وما تنساش تبقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، ولو عندك اي استفسار يا ريت تبقى تقوله تحت في الكومنتات.